السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اختراع يا كوتش. هنعمل النهارده معانا طعميه، بس طعميه بودر. هقول لكم ازاي هنعملها مع بعض. شايفين الشكل بتاعها؟ انا كنت بس بجربها عامله دول، بس كنت بجربها. كنا طالعين المصيف وبنحضر بقى للمصيف وكده، وقلنا ناخد معانا بقى ندمس وناخد عجينه وكده. فقلنا بدل ما ناخد عجينه قلت بقى افكر في الاختراع دون. ايه رايكم فيه؟ بصوا، عايزه اقول لكم طعميه بصوا، ريحه وطعم رهيبه جدا جدا جدا، ومقاديرها بسيطه جدا. هقول لكم عليها نعملها مع بعض ازاي دلوقتي. تعالوا نقول بسم الله. احنا معانا هنا المقادير بتاعتها: معانا فول مدشوش، معانا ربع كيلو او اي كميه انتوا عايزينها. معانا هنا معانا ملح، ومعانا توم باودر بالطعميه، توم وبصل وخضره وبهارات. هي دي بقى: كزبره، كمون، ملح، بيكنج باودر، توم باودر، بصل باودر. وهنا معانا خضره، بس الخضره دي مجففه، احنا منشفينها كده، يعني جبناها غسلناها ونضفناها وقطفناها، وبعد كده سيبناها لما نشفت زي النعناع كده، وفركناها زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى الفول بتاعنا ضربناه في الكبه، نعمناه خالص كده زي ما انتم شايفين كده، نعمناه جدا. وتعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ازاي كده. بصوا كده، احنا معانا اهو ده الفول باودر اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما طحناه في الكبه هننزل عليه بالخضره اللي عندنا. ده كان ربع كيلو فول مدشوش، وهننزل عليه بكل المكونات اللي عندنا، وكمان هنحط عليه نص معلقه بيكنج باودر، تمام، بدل بيكنج صودا يعني. هنقلبه كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، كله هيتقلب مع بعضه. وهناخد دلوقتي منهم شويه كده عشان نجربهم. احنا اللي انا كنت عاملاهم الكام طعميه دول، كنت عايزه اجرب بس اشوف الدنيا ايه. يعني انا قعدت مع نفسي، ما هو كده كده الطعميه هي البصل والثوم، وفي بصل بودر وبصل وتوم بودر يغني عنهم، والخضره لو جففناها. لان انا قبل كده كنت شفت من ماي واي كان في علبه كان مكتوب عليها فلافل، يعني طعميه بودر. فقعدت فافتكرتها، فقلت طب ما هي دي اكيد نفس المقادير. يعني جربتها وطلعت صراحه ربنا رهيبه، وطعمها حلو جدا جدا، ما فرقتش اي حاجه عن الطعميه الجاهزه. احنا خدنا هنا دلوقتي هي انا مش فاكره كنت خدت قد ايه صراحه. المهم يعني خدت شويه كده، وهنزل عليهم بشويه ميه. هو عامه عشان تعرفي يعني هتحطوا نفس المقدار بتاع البودر اللي احنا حطيناه ده، نفس المقدار الميه. يعني حطينا كوبايه من البودر ده طبعا، وعليه كل البهارات والخضره وكله. هنحط زيه ميه. حطينا كوبايه بودر، كوبايه ميه، نص كوبايه بودر، نص كوبايه ميه، تمام. اقلبهم كلهم مع بعض كده، واسيبهم بس حوالي 10 دقايق مش اكتر. وبعد كده هتشوفوا شكل العجينه بقى ايه دلوقتي. واحنا بنقليها عجينه طعميه، مفيش اي اختلاف فيها خالص عن العجينه بتاعتنا اللي احنا بنعملها العاديه بالبصل والثوم الفريش، تمام كده. هوريها لكم دلوقتي بعد ما قعدت شويه، قعدت حوالي 10 دقايق. بس انا كنت سبتها ربع ساعه يعني، عشان كنا في دي حاجات بعملها. بس يعني هي 10 دقايق حلوه قوي. شايفين عجينه مفيش اي اختلاف خالص؟ شايفين؟ تحفه جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى ما شاء الله، وهي في الطاسه وانا بقليها كده في قلب الطاسه بتاعه الزيت، عايزه اقول لكم يعني الريحه مش قادره اقول لكم والله العظيم عليها. وكل اللي دقها انبهر بيها طبعا، وعجبته جدا جدا ان ازاي دي طعميه بودر. بصوا شايفين ما شاء الله، ولا بتفك ولا اي حاجه خالص. يمكن العجينه اللي احنا بنعملها فريش في البيت ساعات بتفك مننا. شايفين دي ما شاء الله تحفه جدا، طعم وريحه. لازم تجربوها يا جماعه. انا عايزه اقول لكم دلوقتي انا بعملها على طول كده، وشايلاها في علبه عندي. وقت ما بعوز نفطر الصبح بروح مطلعه منها كده معلقتين ثلاثه كده، ونعملهم على قد الاكله. واحد هياكل، اتنين هياكل، يعني زي ما يكون. يعني شايفين ما شاء الله بتتنفخ ازاي؟ بتتنفخ كده ومش مكتومه ولا اي حاجه خالص خالص. كمان والله انا عايزه اقول لكم كمان ده التصوير ظالمها، ده هي من جوه ما شاء الله خضره جدا، يعني كانها خضره في الخضره اللي فيها خضره فريش فعلا. شايفين ما شاء الله شكل الطعميه؟ شايفين شكلها؟ يا ريتكم كنتوا معايا تشموا الريحه بقى، حلوه جدا جدا والله. انا ما عملتش اللي هم دول، بس زي ما قلت لكم كنت بجربها كده عشان خاطر اشوفها يعني هتنفع ولا لا، عشان ناخدها المصيف معانا. خدت معايا البودر ده المصيف، وكل يوم من الصبح اروح واخده شويه كده في قلب طبق، وحاليهم شويه الميه، واقلبهم واسيبهم على ما نطلع الفطار اكون قليتهم. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الشكل وشايفين من جوه هشه وجميله جدا، ولا مكتومه ولا اي حاجه. تحفه جدا جدا. ايه رايكم فيها بقى؟ لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.